تلاعبت العقول كأنها نار الفناء، فمن ينجو منها ينجو بالعزم والذكاء. عالم كله خداع ودهاء، اللي يضحك في وشك يمكن يطعنك في الخفاء. جواسيس ما يعرفوش الرحمة ولا الوفاء، الذكاء سلاحهم والخيانة من أقرب الأصدقاء. فاستعدوا يا رفاق، فهنا تبدأ لعبة البقاء. بتبدأ قصتنا النهاردة في اليابان قبل الحرب العالمية التانية، وبنشوف الشرطة العسكرية واقفين قدام شخص عايزين يفتشوا بيته، ولكنه بيكون رافض. كان المترجم بيقرب منه لأن الشخص ده بيكون أجنبي ومش ياباني، بيقول له إن قائد الشرطة العسكرية اللي واقف قدامه ده لو ما لقوش حاجة في بيته القائد ده هيعدم نفسه حالا. هو بيضحك وبيفرح وبيقول لهم طب يلا خشوا فتشوا، أنا مش زعلان. وبعد كده بننتقل لجمعية شرق آسيا الثقافية الكبرى، بنشوف شخص واقف قدام المقدم يوكي اللي بينحني ليه. فالمقدم بيقرب منه وبيقول له هو في حد لابس البدلة الرسمية بينحني يا غبي؟ هو بيتعدل وبيروح المقدم وبيقعد على المكتب، يقول له انت بقى الجاسوس اللي الجيش بعتك. الشخص ده بيتعصب وبيقول له انا مش هعمل حاجة جبانة زي التجسس. وبعدها بنعرف ان سنة 1937 قبل الحرب العالمية التانية، الجيش الامبراطوري بقيادة المقدم يوكي اقترح إن هو يأسس منظمة سرية لتدريب الجواسيس. أي حد في المنظمة دي من الجواسيس في حاجة عن معلوماته الشخصية زي اسمه أو سنه أو سجله التاريخي بيتم معاملته معاملة خاصة جدا. بيتعلموا هناك حتى كل حاجة من اللغات والكيمياء والفيزياء وكل شيء. بعد ما بيخلصوا بيتم اختبارهم في اللي درسوه كله. لكن المفاجأة كانت لسه جاية، لأن ولا واحد فيهم اتخرج من أكاديمية الجيش الإمبراطوري الياباني. إنهم بيتخرجوا من الجامعات الإمبراطورية أو الكليات العادية، أو بعبارة أخرى هم بيتخرجوا كمواطنين عاديين. بعد التدريبات والمجهود الكبير ده ما تبقاش في المنظمة غير 8 أشخاص بس، أو بعبارة أدق هم 8 وحوش. وبعد شوية بنشوف أبطالنا خارجين مع بعض وبيعرضوا على ساكوما يخرج معاهم، لكنه بيرفض وبيقول لهم إن هو هيقعد في البيت. وبالفعل هم بينزلوا لوحدهم وبنتعرف على أبطالنا، وبيكون أول واحد اسمه ميوشي، والتاني بيكون اسمه كامي، والتالت بيكون اسمه أودا، والرابع بيكون اسمه أماري، والخامس بيكون اسمه هاتانو، والسادس جيتسوي، والسابع فوكوموتو، والثامن والأخير بيكون اسمه تازاكي. ولكن المفاجأة إن دي مش أسمائهم الحقيقية، وهم بيستخدموا دلوقتي أسماء وهمية، وكل واحد فيهم ما يعرفش اسم التاني الحقيقي. وبطلنا بيكون مستغرب من طريقة الحياة الغريبة دي، وبعد وقت مش طويل بيفوق ساكوما من النوم، بيكون رايح عشان يشرب. لكن هو معدي من قدام أوضة معينة بيلاقي أبطالنا عمالين يلعبوا قمار، ولكنه بيتشجع وبيدخل عشان يلعب معاهم، وبالفعل بيقعد عشان يلعب. ويا عيني كل ما بيلعب بيخسر وبيكون مش عارف يعمل ايه، وفي الآخر بيزهق وبيقوم عشان يمشي. لكن أودا بينادي عليه بيقول له استنى يا ساكوما، انت ما خسرتش ولا حاجة، انا اللي كنت ببص على البطاقات بتاعتك وبقول لباقي اللاعبين عشان تخسر. ساعتها بطلنا بيتعصب بسبب الغش اللي حصل واللي هم بيعملوه، ولكن هم بيبدأوا يفهموه ان هم ما كانوش بيلعبوا بوكر اساسا، وهو بيتصدم وبيقول لهم ما انتوا كنتوا بتعملوا ايه. فهم بيفهموه ان هم كانوا بيلعبوا لعبة اسمها لعبة الجوكر، وبتكون اللعبة دي عبارة ان في لعبة كروت دايرة فوق الترابيزة، بس في الحقيقة كلها تمثيل في تمثيل. الفكرة انك تخلي الناس اللي في الأوضة يبقوا في صفك، يخطفوا بصة على كارت الخصم ويشاوروا لك، بس المشكلة انك مش عارف مين شغال مع مين. ممكن الاشارات تبقى مضروبة، وممكن كمان تقرأ اشارات الخصم وتغير لعبتك في اخر لحظة. بس مع الظروف الصح تقدر تقنع جاسوس من ناحية العدو انه يخون اللي معاه ويجي في صفك. ولكن ساعتها بيقاطعهم وصول المقدم يوكي اللي بيبدأ يشرح لبطلنا هما ليه بيعملوا كده، وبيقول له إن هو ده وضع اليابان الحالي. لما راحوا مؤتمر واشنطن وكانوا في الاجتماع السياسي الدولي، بدأ اللاعبين من حوالين الترابيزة اللي هم من الدول الأخرى إن هم يفهموا رغبة اليابان في تسوية الأمور، والدولة اليابانية انشغلت بالقوانين الظاهرية وما لاحظوش اللعب اللي بيحصل من تحت الطاولة. عشان كده هم بيلعبوا اللعبة دي وبيفهموا إن كل واحد من الجواسيس ده هتجيله مهمة في يوم، وهيعيش في دولة سنة أو 2 أو 10 أو 20، ولازم يتأقلم ويكون معاه اللغة ويكون فاهم كل حاجة في الدولة دي، ودي حياتهم ولازم يعيشوا عليها.
والمقدم بيسأل بطلنا سؤال غريب جدا وبيقول له لو انت جاسوس والعدو كشفك هتعمل ايه؟ فبطلنا بيقول له هخلص على العدو ولو ما قدرتش هخلص على نفسي. ساعتها المقدم بيقول له ان ده تفكير غبي جدا وان الجاسوس عمره ما هيعمل كده، لانه لو خلص على العدو هيعمل مشاكل وبلبلة في الدولة والشرطة هتيجي، ولو خلص على نفسه دولته هتتدخل وهتعمل مشاكل برضه، فدي حلول غبية جدا. في اليوم التاني بيكون بطلنا ساكوما واقف قدام رئيسه واللي بيديله مهمة يروحوا لشخص هم شاكين ان هو جاسوس ويرجع بدليل عشان يقبضوا عليه. وبيكون الشخص ده اسمه جون ووصل اليابان من 3 سنين بدعوة من شركة تجارية عظمى، وهو اللي بيستورد الآليات للشركة دي، وبيكونوا شاكين فيه ان هو جاسوس، ولكن بتكون كل تصرفاته عادية. وبعدها بيروح بطلنا للمقدم يوكي وبيقول له ان الشخص اللي اسمه جون ده متهم بالتقاط صور خفية لنظام فك الشفرات الخاص بالجيش الامبراطوري الياباني، عشان كده بيجيبوا ميوشي. المقدم بيقول له ان هو هيتنكر كأحد افراد الشرطة العسكرية، وبيأمرهم هما الاتنين يخشوا الموقع، والاول ما يلاقوا دليل يخرجوا من هناك فورا، وهيبقى معاهم 40 دقيقة قبل ما اعضاء الشرطة العسكرية الحقيقيين ييجوا. ولكن ميوشي بيطلب طلب غريب جدا من ساكوما، وهو انه يبقى رئيس الشرطة العسكرية وميوشي هو اللي هيبقى المترجم. فبطلنا بيقول له احنا هنعمل ايه لو رحنا وما لقيناش اي دليل هناك؟ فميوشي بيقول له لما نروح هتعرف. وبعدها بنشوف يا صديقي المشهد اللي شفناه في اول الحكاية بيتكرر مرة تانية، وبطلنا اول ما بيسمع اللي ميوشي قاله بيتصدم وبيكون مش عارف يعمل ايه، ولكنه بيضطر يأمر رجالته ان هم خلاص ويخشوا يفتشوا البيت. وبيخشوا أفراد الشرطة العسكرية وبيدمروا البيت من كتر التفتيش. جون بيتعصب وبيقول لبطلنا انتوا فتشتوا البيت مرتين ليه؟ فبطلنا بيتصدم وبيقول له مرتين ازاي؟ فبيبدأ يحكي له ان أفراد الشرطة جم هنا قبل كده ودوروا على حاجة في البيت وما لقوهاش بالفعل. فبطلنا بيتصدم وبيعرف ان المقدم موتو اللي قابله في الأول وقال له على المهمة كان عارف، وهو بعتهم عشان يلبسوا أسود هناك والمنظمة تروح في داهية. وبعدها بيوصلوا العساكر وبيقولوا لبطلنا انهم ما لقوش حاجة في المكان، فبيبدأ جون ان هو يفرح ويضحك وبيقول لبطلنا يلا بقى، وانت مش كنت قايل ان انت هتموت نفسك لو ما لقيتوش حاجة في بيتي؟ بطلنا بيكون مصدوم ومش عارف يعمل ايه في المصيبة اللي هو فيها دي. وبعدها بنشوف بطلنا ساكوما وهو قاعد على الارض وماسك السيف وهينفذ اللي اتفقوا عليه، وبيكون كل الموجودين مترقبين اللي هيحصل. لكن فجأة وعلى غير المتوقع بتجيله لحظة إدراك فجأة وبيفتكر كل اللي حصل مع عقيد يوكي وكل اللي حصل مع أصدقائه في المنظمة دي وكلامهم عن الجاسوس الذكي الذي لا يقتل ولا يقتل. وفجأة بيقفل السيف بيبص ناحية صورة الإله الخاص بالشخص ده، بيؤمر الحراس إن هم يفتشوا ورا الصورة فورا. هنا ميوشي بيفرح جدا باللي بطلنا عمله، بيتجه بسرعة ناحية صورة الملك بتاعهم. بيحاول جون إن هو يوقفه بأي طريقة ولكن ما بيقدرش. بعد وقت مش طويل بنشوف بطلنا ساكوما واقف مع العقيد يوكي بيسأله لو كان يعرف إن الشرطة العسكرية الحقيقية راحت قبل كده وفتشت بيت جون. يوكي بيقول له ايه اللي خلاك تقول كده؟ ساكوما بيقول له انت دايما بتقول ان الجواسيس هم السبب، عشان كده لبست الكل لبس الشرطة العسكرية وبعتهم في عز النهار علشان تضغط على جون ويقلل حذره، وبكده الشرطة العسكرية تواجه مشاكل اقل بعد كده. هنا بيبتسم العقيد يوكي وبطلنا بيفهم وبيخرج من المكتب. لما بيخرج بيقابل ميوشي بره واللي بيعرض عليه يخرج معاهم ويروحوا مطعم مع بعض، ولكنه بيتأسف له وبيخرج لوحده وبيمشي. هو ماشي بيفكر في العقيد موتو اللي اكتشف ان هو وداه المهمة دي، وهو عارف اللي حصل قبل كده لما بعت الشرطة العسكرية وفشلوا ان هم يلاقوا دليل. عشان يحسن سيرته المهنية قرر ان هو يخفي الموضوع ده ويبعت بطلنا ومعاه فرقة تانية عشان هم اللي يفشلوا ويبان ان هم اللي فشل مش هو. بطلنا بيفتكر ان لما موتوا وامروا بالمهمة دي كان سكران. وبعد وقت بنشوف بطلنا ساكوما عند العقيد موتو اللي بيكون مصدوم ان هم لقوا دليل
بطلنا ساكوما بيبدأ إن هو يتخانق معاه لأن هو ما قالوش إن هم راحوا قبل كده وفتشوا المكان. لما العقيد موتو بيتعصب عليه بطلنا بيبدأ إن هو يقرب منه ويكلمه في ودانه ويقول له إن هم لقوا الدليل خلف صورة الإمبراطور. العقيد موتو بيتصدم وبعد كده بيسأله هو فين الدليل اللي هم لقوه، لكن بطلنا بيقول له إن هم ما خدوش حاجة معاهم. وهنا العقيد موتو بيتصدم أكتر، بيسأله هو الدليل ده عبارة عن إيه، فبيقول له إن هو كان عبارة عن شيفرات للجيش. فهنا العقيد موتو بيتجنن بقى عليه وبيقول له انتوا أغبياء، انتوا إزاي تسيبوه عايش وماشي كده وهو جاسوس ومن غير ما تقبضوا عليه. فساكوما بيقول له إن العقيد يوكي خده عشان هيشغلوا معاه جاسوس وعميل مشترك ما بينه وما بين الدولة الأجنبية. لما العقيد موتو بيسمع كده بيتعصب جدا وبيبدأ إن هو يكسر في المكان، لكن بطلنا بيهديه وبيقول له انت ليك حاجة معايا، وبيقرب منه وبيديله علبة سجاير حديدية. عقيد موتو بيتصدم اول ما بيشوفها لانها بتاعته فعلا وبيسأله هو لقاها فين، فبطلنا بيقول له ان هو لقاها في الحانة اللي العقيد موتو بيروحها. وبنكتشف ان بطلنا راح هناك وعرفهم ان هو من الشرطة العسكرية، وبيبدأ يحقق مين اللي كان هنا وبيعرف ان العقيد موتو كان موجود. وهو بيهزر مع البنات اللي هناك وقعت منه العلبة دي ولقاها شخص. فبطلنا بيسألها عن مواصفات الشخص ده وبيسألها لو كان شبه مواصفات الشخص اللي بيقول عليه وبيكون يقصد العقيد يوكي، لكنها بتقوله إن هو مش شبهه خالص وإن هو رئيس شركة تجارية صغيرة. بطلنا بيخلص تحقيق معاها وبيشكرها وبيمشي. نكتشف إن كل ده كان بطلنا بيحكيه للعقيد موتو وبيقول له إن واحد من الشرطة العسكرية يروح ويسكر ويقول لأي حد المهمات العسكرية دي جريمة كبيرة ويعاقب عليها القانون. بعد كده بيبعد عنه وبيقف قدامه وبيديله التحية العسكرية، لكن العقيد موتو بيتعصب جدا وبيشتمه وبيطرده من المكتب. بالفعل بطلنا بيخرج من عنده وبعد ما بيخرج بيقابل العقيد يوكي بالصدفة، لكن مش بالصدفة قوي يعني، وبيتكلموا مع بعض. ولكن في النص بطلنا بيقول له انت مش بتعرج ولا حاجة، وايدك اللي انت ماسك بيها العكاز دي مش هي المصابة، ان الايد التانية هي المصابة ودي ايد صناعية. ان كل اللي هو عامله ده تمويه عشان اللي يشوفه كده يحفظ شكله كده ولو شافه بغير كده ما يعرفوش. يعرفوا ان هو عرف كده بسبب ان هو خد علبة السجاير الحديدية ووداها للطب الشرعي ولقى عليها بصماته هو والعقيد موتو، وكمان بصمات الست اللي شغالة في الحانة، وما لقاش عليها بصمات الشخص الرابع اللي سلمها للسيدة. وبكده عرف ان هو اللي كان في الحانة واداها للسيدة بسبب القفاز اللي هو لابسه في ايده. فالعقيد يوكي بيقول له ان هو كان موجود في نفس الوقت ان العقيد موتو موجود فيه في الحانة، وبعد ما خلص راح ولقى علبة السجاير بتاعته وكان سامعه وهو بيحكي على الحاجات العسكرية. خد علبة السجاير واداها لمالكة المكان وبعد كده ماشي، وما كانش يتوقع ان بطلنا بالذكاء ان هو يروح يحلل علبة السجاير في الطب الشرعي. وبيقول له ان العقيد موتو ما عندوش خيار تاني غير ان هو يتعاقد مع الوكالة دي اللي هم يعني بما انهم عملوا له خدمة وما بلغوش عليه ان هو بيقول الحاجات العسكرية للناس. وهم ماشيين العقيد يوكي بيقول لبطلنا انت مستعد تعدي الاختبارات بتاعتنا؟ وبطلنا بيسكت وبعد كده بيقول لنفسه ان هو مستعد، ولكن هو مش مستعد ان هو يبقى جاسوس وبعد ما يكبر يترمى على الجنب ومحدش يعرف عنه حاجة، ولكن هو دلوقتي جندي بكل جوارحه وممكن يضحي بنفسه في اي وقت. وبعدها بكام يوم بنشوف ميوشي في مهمته الجديدة في فرنسا، بيتنكر في طالب ياباني جاي لفرنسا. في الوقت ده بتكون فرنسا تحت الاحتلال الألماني، وبتكون مهمة ميوشي إن هو يدخل وسط مجموعة من المقاومة الفرنسية عشان يعرف بيخططوا لإيه. وبعدها بنشوف سيدة عجوز مربوطة في شجرة وخلاص هيتم إعدامها من الجنود الألمان، لكن فجأة بيتدخل ميوشي وبينقذها وبيفك الحبل. كون الألمان عايزين يخلصوا عليه هو، ولكن بيتجمع عدد كبير جدا من الناس عليهم وبيوقفوهم. بعدها بنشوف هو مع مجموعة من 3 أشخاص وهم آلان جان وماري. نعرف إن هم أنقذوه بعد ما الجنود الألمان أصابوه، وآلان بيعرفوا إن هو بعد ما فقد الوعي بقى يتكلم كلام غريب جدا. فبيحس ميوشي إن هو بدأ يتكشف وهو نايم بيكون اتكلم عن أرقام، وجان بيسأله الأرقام دي كانت بتتكلم عن إيه.
وبيسألوه هو مين في الحقيقة. بيتوتر ميوشي وبيفضل يبص على نظراتهم الحادة اللي بتقطعه من جواه، وبيكون خلاص هيتكلم ولكن مش قادر. ولكن في لحظة واحدة بس كل حاجة اتقلبت. اما الجنود الألمان بيخبطوا على الباب، بيبص قلقان من الشباك وبيشوف الجنود الألمان وهم بيشدوا المعارضين من بيوتهم وبيسحلوهم. عشان ميوشي يثبت لهم ان هو معاهم ومش ضدهم، بيقرب من الباب عشان يخرج للألمان ويسلم نفسه. ساعتها ألان وباقي المجموعة بيتأكدوا ان هو معاهم. بيسألهم ميوشي عن أي سلاح هنا، بيقول له ألان إن في مسدس موجود هنا في البيت. فبيخرجوا ميوشي وعشان يجربوا، بيكتشف إن هو معطل وعايز يفككه ويجربه من أول وجديد. بعدها بيجي الجنود الألمان وبيخبطوا على الباب، بيدخلوا هم الأربعة عشان يستخبوا من الجنود. بيقدر ميوشي إن هو يصلح المسدس، وبعد كده بيسألهم هو مين اللي هياخده. كان بيتعارك جان وألان على مين اللي ياخد المسدس. ميوشي ساعتها بيقاطعهم وبيقول لهم إن اللي لازم تاخد المسدس عشان تحمي نفسها هي ماري. فجأة الجنود الألمان بيقتحموا البيت وبيدوروا عليهم. أول ما واحد فيهم بيولع النور، لكن فجأة بيحصل انفجار وبيسبب دمار. يخرج ميوشي وباقي المجموعة عشان يشوفوا الجنود الألمان مشيوا ولا لأ. يهربوا الجنود أول ما بيشوفوا الانفجار، لكن أول ما بيخرجوا بيتفاجئوا بجندي واقف قدامهم. ولكن على مين ده؟ ميوشي المتين اللي بيديله واحدة شمال وواحدة يمين، والخصم تايه ومش فاهم هو مين. لدرجة إن المجموعة مش بيبقوا مصدقين إن قوة ميوشي في رمشة عين وقع أي حد مهما كان هو مين. بعد كده بيهربوا وبيروحوا المكان مهجور، وبعد كده بيسألهم هو فين المخبأ اللي المفروض يروحوا عليه. بيعرفوه المكان وبياخدوا بعضهم عشان يتجهوا عليه. لكن وهم ماشيين تحصل المفاجأة اللي قلبت الموازين، لأن الضربة ما بتجيش غير من القريبين. ماري اللي كانت معاهم وبتساندهم على طول دلوقتي ضدهم ومستعدة تخلص على أي واحد فيهم. في لحظة صمت غريبة الحقيقة طلعت تقيلة ومصيبة، وهنا ماري بتعرفهم إن الجيش الألماني أخد أهلها وهددها، فهنا هي كان لازم تخونهم. يا صديقي بيكون الوعد اتقال، بس الخيانة كانت أسرع من الخيال. بعد مرور الدقايق والتوتر موجود فيها، يوشي بيجري على ماري وبيقرب منها وهي بتضرب عليه نار، ولكنه بيلحق إن هو يكتفها وبيوقع منها المسدس. جان بيقرب وبياخده. بيكون ميوشي خلاص حاسس بالأمان وبيقرب جان بيضربه على دماغه. تكون دي نهاية مليانة خذلان. بعد وقت مش طويل يفوق ميوشي وبيلاقي نفسه مع ألان لوحدهم. نعرف إن جان عمل كده لأن هو كان بيحب ماري. ألان بيسأل ميوشي هو إزاي عرف إن ماري هي جاسوسة. يوشي بيعرفه إن هي الوحيدة اللي سألته إيه العطل اللي في المسدس. كانت بتحاول تفهم الميوشي خد باله من العطل اللي هي عاملاه ولا لأ، إن كان في حد لاعب في المسدس عشان يتأكد إذا كان هي ولا لأ. رصاص فارغ في المسدس. بعد كده بيكون ميوشي هيمشي وبيسلم على ألان وبعد كده بيمشي. بعد كده ميوشي بيروح لكنيسة، بيقابل هناك عقيد يوكي وبيقول التقرير بتاعه واللي هو عبارة عن الأرقام اللي ألان وأصدقائه سمعوها. تكون الأرقام دي عدد معاوني الألمان وأرقام المقاومة الفرنسية. يبدأ يحكي له على كل اللي حصل مع مجموعة ألان. بعد ما بيخلصوا كلام ميوشي بيسأل العقيد يوكي لازم يفضل هنا الفترة، ولكن العقيد يوكي بيصدمه وبيقول إن هو لازم يرجع على بلده حالا. رحلة سفينة هاكوسان هي آخر رحلة من فرنسا لليابان. إن الصدمة إن اليابان هتتحالف مع ألمانيا. ساعتها يوشي بيقول إن هو لازم يرجع لليابان.